السلام عليكم. معكم بشرى مصلوح، رئيسة جمعية بسمة أمل بولاد عياد إقليم فقيه بن صالح. احنا الآن كنتواجدوا بجماعة أي تعتاب إقليم أزيلال. ارتئينا نديروا هذه الحملة هنا في إقليم أزيلال، بخصوص جماعة أي تعتاب. حملة طبية شاملة مجانية اللي عرفت مجموعة من التخصصات، منها الكلاوي، منها طب الأنف والحنجرة، داء السكري، كاين طب عام، وكاين الجينيكو ديال النساء. هذه الحملة هذه شارك فيها مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني المنطقة، والحمد لله كان تقريبا من الساعات الاولى بالجماعه كان واحد الاقبال، والحمد لله احنا غاديين ان شاء الله كنحاولوا ندوزوا واحد العدد ديال الناس. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الشركاء ديالنا، منهم مؤسسة الرحامي السي محمد امين، وكذلك السي فؤاد رصاع اللي منسق بالجمعيات بهولندا وكذلك المغرب اللي حضر معنا، ومعنا كذلك السي فتيح الحسين من ايطاليا جمعية الأطلس، وكذلك جمعية المجتمع المدني. من هذا المنبر كذلك كنبغي نشكر السيد رئيس الجهة على الخدمات اللي قدمها لنا في هذه القافلة الطبية، وكذلك السلطات المحلية ولست على رأسهم السيد القائد، وكذلك الدرك الملكي والقوات المساعدة، وما نساوش كذلك الشكر وجزيل الشكر للإعلام على رأسهم السيد سكومة هشام. شكرا. Bonjour, je m'appelle Dr Rishi Futa, je suis originaire de la République démocratique du Congo et médecin résident à l'hôpital CHU Ibn Roche de Casablanca. Alors nous sommes ici dans le cadre de la caravane pour aider nos frères et sœurs qui ont des problèmes de santé. Et nous sommes venus, la caravane s'appelle Basmat Amal. Nous sommes venus pour participer, donner notre coup de pouce à l'avancement de ce projet. Et nous sommes là, nous recevons les femmes enceintes, les personnes de troisième âge, les enfants. Et étant donné que nous sommes médecins, nous occupons tous les cabinets qui sont ouverts ici et nous prenons en charge les malades. En tout cas, je suis très content de l'accueil que la population de cette contrée nous a réservé. Et Inch'Allah, nous reviendrons encore pour d'autres campagnes et en vue de prendre en charge nos frères et sœurs de ce coin et de partout au Maroc. Nous vous remercions. Merci beaucoup. محمد فؤاد رصاع، منسق الأعمال الاجتماعية ما بين أوروبا والمغرب. التواجد ديالنا هنا مع مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية في حملتها الطبية بإقليم أزيلال، وذلك في تقديم يد العون والمساعدة لكل المحتاجين بهذه المنطقة. زيد على هذا كل الدعم المادي والمعنوي لمؤسسة بسمة أمل للمعاقين. صباح سعيد، متضامنين من أجل الصحة للجميع. اليوم نحن في إطار تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات اللي كتنظمها جمعية بسمة أمل للأطفال في وضعية إعاقة، مع مجموعة من الهيئات ديال المجتمع المدني سواء داخل المغرب أو خارجه. اليوم كنشوفوا إقبال كبير ديال الساكنة في أي تعتاب اللي عندها واحد الخصاص كبير من الناحية الطبية، اللي كنتمناو من وزارة الصحة أنه يعني احنا كمجتمع المدني الدور ديالنا هو التخفيف من الآلام ديال المرضى والتخفيف على وزارة الصحة. من هذا المنبر أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذه القافلة الطبية من السلطات المحلية على رأسهم السيد القائد، من الدرك الملكي، من القوات المساعدة. ومن هذا المنبر كنتقدموا بخالص الشكر والامتنان لجميع الهيئات ديال المجتمع المدني اللي ساهمت في إنجاح هذه القافلة، وطبعا الشكر
للسيد رئيس الجهه تبني من الخنيفره والاطر الطبيه اللي تحملوا عناء السفر، بالاضافه الى مجموعه من الاعلاميين اللي حضروا معنا هذه التظاهره وهذه القافله اللي لقات اقبال واستحسان ديال ساكنه ايت عتاب، على راسهم السي هشام السكومر اللي دائما كيواكب معنا هذه القوافل الطبيه المجانيه وتحمل عناء السفر من مدينه خريبكا الى ايت عتاب. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور بنيس رئيس اتحاد جمعية داء السكري بجهة بني ملال الخنيفرة. اليوم تنشرفوا بهذه الحملة الطبية الواسعة النطاق متعددة الاختصاصات بدعوة من جمعية بسمة آمال أولاد عياد تترأسها السيدة بشرى. واليوم حنا فرحانين باش مشاركين، وهذه المره الثانيه اللي تنشاركوا في هذه الحمله. الحمد لله كاين واحد الاقبال كبير، لان جينا في واحد المنطقه مع الاسف احنا في السونتر هنايا، وعلى حسب ما وصلني على ان الطبيب ما كاينش هذه 3 شهور، ما كاينش طبيب، وكان واحد العدد كبير ديال الناس اللي تعانيوا من هذه الامراض المزمنه بما فيها السكري والتنسيون وامراض اخرى مزمنه. ولكني لا حول ولا قوه الا بالله ما كاينش العنايه. واخا حنايا دابا حنا جينا اليوم تنباشروا هاد الناس، ولكن المهم والاساس هو التتبع ديال هاد الناس وهاد الساكنه. ومن هذا المنبر تنتمنى تكون هذا نداء باش ما يقع هذا الفراغ. وبهذه المناسبه تنشكروا الاعلام اللي بالواسطه ديالتهم غادي يوصل الكلام ديالنا، ونتمنوا النجاح للجميع. وشكرا وتبارك الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لهذه الساكنة. أولا وقبل كل شيء جمعية بسمة أمل تقوم بهذه المبادرة الطيبة. مجيئنا هنا كان بسبب الائتلاف الجمعوي الذي هو بين جمعية بسمة والشبكة الإيطالية المغربية للحقوق والتعاون الدولي. أنا كفاعل جمعوي ومؤسس بالشبكة أتينا إلى هنا للتعاون مع هذه الجمعية. مبادرة طيبة، وإن شاء الله نأمل إلى قافلة طبية أخرى أكبر من هذا، نظرا للاحتياجات التي تحتاج إليها هذه الساكنة. وستكون إن شاء الله قافلة طبية من الخارج. المكان سيكون إن شاء الله من بلد أوروبا وهو إيطاليا إن شاء الله بحول الله، مقر الشبكة الجمعوية الإيطالية المغربية للحقوق والتعاون الدولي. معكم أبو آدم الفاعل الجمعوي. السلام عليكم. بوقدات شكيب، عضو جمعية التنمية والتعاون بأيت عتاب إقليم الزلال. في هذا اليوم كتنظم واحد القافلة صحية لسكان أيت عتاب اللي كتعيش واحد حنا كنشوفوا بأن الناس كاين واحد الإقبال كبير ديال الناس في هذه القافلة هذه. وهذا العمل اللي كيقوموا به هذه الجمعيات كيهز شوية الحمل على وزارة الصحة اللي هي الوزارة الوصية على هذا القطاع، واللي كنتمنى على انه تكون واحد لا كولابوراسيون ما بين وزاره الصحه وما بين الجمعيات باش انهم يوصلوا لاكبر عدد ديال المناطق وخصوصا المناطق النائيه لتوفير الصحه والعلاج للساكنه ديال هذه المناطق. وباسم جمعيه ديال التنميه والتعاون كنشكر السلطات المحليه وكنشكر جميع الناس اللي هم مسؤولين في المنطقه اللي وفروا لنا جميع الظروف باش تدوز هذه الحمله وهذه القافله في واحد الجو اللي هو مزيان. وكنشكر الساكنه اللي هي رغم العدد ديالها الكثير وهذا انهم صبروا معنا ووقفوا معنا وكيصبروا معنا باش يدوز كل شيء في ظروف ان شاء الله تكون مزيانه. وشكرا.